بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. حبايب قلبي، يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. مستنية منكم التعليق الجميل. دي روتيني في تنظيف الشقة يا حبايب قلبي. هطلع الم السجاد كله، طلعه في البلكونة، وبعد كده هسيبه شوية يتهوى لما اكنس الشقة جوه وامسحها، وبعد كده انكته حلو وادخل افرش بقى بس اما البلاط ينشف. على فكرة يا حبايبي، دي شقتي لسه عاملاها جديد. انا متجوزة بقالي 23 سنة، بس كنت قاعدة في شقة الحمد لله الحمد لله، كنت راضية به الحمد لله، بس كانت ضيقة يا حبايبي. ربنا صبرت وربنا الحمد لله رضاني. عملنا الشقة دي، بس عملناها بعد تعب 23 سنة الحمد لله. بعد الصبر جبر يا حبايبي. هطلع السجادة دي تقيلة اوي، هطلعه بقى يتهوى في البلكونة على ما اكنس جوه وامسح، وبعدين هنكته وادخل. بس ما بفرش يا حبايبي لما البلاط ينشف. السجاد ده انا جايباه جديد يا حبايبي، مش اللي انا متجوزة بيه. دي اللي قدامكوا دي اللي انا متجوزة بيه، انما دي كله انا جايباه جديد. يا حبايبي، لو التصوير مش قد كده لان انا لسه جديدة ولسه على قد يعني بتعلم، فاستحملوني معلش يا حبايبي. ومحدش يقول لي القميص ضيق يا حبايبي، انا لسه هشتري سدالات باذن الله وهجيب هدوم واسعة يعني. ولو في حاجة مش عاجباكوا قولولي بردك عادي، انا بقبل النقد ما بزعلش. يعني كنت عايشة يا حبايبي في شقة كانت 3 اوض وكانت ضيقة الحمد لله، بس ربنا رضاني الحمد لله الحمد لله. وده الانتراد بتاع فرحي يا حبايبي، بس انا كنت محافظة عليه. الهدوم دي كنت بصبن يا حبايبي وانا بشد المشاية جم معاها. السجادة دي يا حبايبي بتاع فرح، بس انا كنت محافظة عليه. والنيش ده يا حبايبي بتاع فرح، والحاجة اللي فيها بردك اللي انا كنت متجوزة به بقالي 23 سنة. وكرس السفرة اللي محطوطة دي يا حبايبي لسه هكمل عليه. جوزي ما كانش عايزني انقل لما اركب الستاير، وفي ركنة بعملها لسه، بس انا الايجار لان الايجار غالي وانا معايا 4 اولاد، ما كنتش خلاص ما عدتش منهض. فقلت له لا، هننقل ونعمل كل حاجة واحنا ساكنين فيه. يعني انا جايبه الستاير يا حبايبي، بس لسه كان علينا فلوس، فبنسدها وبعد كده اعمل حاجه بحاجه باذن الله. كراس السفرة ده حوشة من هنا هيبقى في ركنة مكانها على حرف ال. ولسه السفرة فيها 4 كراسي تانية، والترابيزة برضك جوزي نجار وبيعمل حاجة بحاجة كده يا حبايبي. مش مستعجلة لان كنت مأجرة شقة ما كانتش تسكن. كانت 3 اوض وما تسكنش ولا كان فيها مية واجهزة الكهربائية اتحرقت فيها فقلت له لا، هننقل بقى ونخيط الستاير والركنة والسفرة، نعمل حاجة بحاجة واحنا فيها يا حبايبي. ده الانتراد بقى بتاع فرح، جايباله بردك قماش اعمل له كفر جديد، لان الكسوة دي قديمة من زمان فانا اعمل كفر هيبقى لايق على السجاد، عشان محدش يقول لي السجادة مش لايقة مع الانتريه. الركنة دي يا حبايبي والكفر والحاجات دي هنعملها بإذن الله، بس احنا طالعين من مباني الشقة دي والتشطيب،
علينا فلوس فبنسدها حاجة بحاجة. وبعد كده هنعمل بقى الركنة والستاير، وانتوا معايا يا حبايبي باللايك وبالاشتراك. كل حاجة هنعملها بإذن الله وانتوا معايا بإذن الله. بس انتوا معايا بإذن الله هنوصل. هنا مكان ده هيبقى حرف ال يا حبايبي، هيبقى ركن. بس حاجة بحاجة، بس ما يسد اللي عليه أول بإذن الله. هنعمل ستاير وهنعمل كل حاجة. الصبر حلو، وانا صابرة وراضية الحمد لله. صبرت 23 سنة والحمد لله ربنا برضينا. يا رب يسترنا، يا رب استرنا يا رب يوم العرض عليك يا رب. ربنا يسترنا يا حبايبي. انا لسه ناقلة يا حبايبي بقالي 15 يوم، مش كتير يعني. يعني لو كنت صورتلكوا الشقة القديمة والله ما كانت تسكي. بس الحمد لله الحمد لله. كان في الشتاء دي يا حبايبي المية كانت بتخش عليا في اوضه النوم وكانت واقعة. بس الحمد لله الصبر حلو. والكراسي ده يا حبايبي لهم 4 لسه ولهم ترابيزة بس لسه بيعمل يعني ايه. كل ما بيجي مع حاجة بيعمل حاجة بحاجة، لأن المصاريف صعبة واحنا معانا 4 أولاد. فربنا يعينه يا رب. وانتوا معايا يا حبايبي هنوصل بإذن الله. وانا اللي ناقص لو حاجة ناقصاني بردك اما بروح السوق بتاعنا بيبقى فيها حاجات، في حاجات جميلة بتبقى ب10 وب20. حاجات في المطبخ بجيبها برضه، حاجة في حاجة كده بساعده بردك يا حبايبي عشان الأمور تمشي. والحمد لله اللي بصبر بنول، وانا صبرت الحمد لله. بس ربنا يبعد عنا ولاد الحرام يا رب، وكفنا شرهم يا رب، اللهم امين. كده بكنس اهو يا حبايبي، وهنمسح باذن الله وبعد كده نفرش بقى. الشقة واسعة عليا يا حبايبي بتهدني. كانت الاول الشقة صغيرة كنت معملها في 10 دقايق. ربنا يوسعها علينا وعليكم يا حبايبي، وردينا وردكم يا رب. والسجاد ده انا شاريه جديد بردك يا حبايبي، مش قد من المحلة، من بلد اسمها المحلة بعد المنصور، لو حد يسمع عنها. الحاجة فيها جميلة وسعرها حلو. وكتر خير جوزي يا حبايبي، انا بساعده لو جاني فلوس في مضيوع العيد في الحاجات دي بحوشها بردك وبجيب اللي ناقصني. لانه هو كتر خيره ليا ابن بردك، ادعوله يا رب يشفيه. مولود عنده كهرباء عن مخه ومعرفتش الا لما بقاله 7 سنين. فبعالجه بس اثرت عليه الحمد لله. عملت له ضمور في العضلات. كان ماشي مع دكتور الحمد لله ما كانش بيفهم. فناس دلونا على دكتور تاني في المنصورة ماشية مع الوقت هو بيتحسن. بس ادعوله يا حبايبي، دعوة 40 غريب مستجاب. ادعوله اللي طالباه منكم يا حبايبي، تدعوله ربنا يشفيه. بس يوم ما بروح بالمنصورة يا حبايبي 1000 جنيه ما بيقضيه، 1000 جنيه ما بيقضيه. غير علاجه في الشهر ممكن يعدي 2000 جنيه. بس بقول الحمد لله وراضية الحمد لله. بس بقول ربنا يشفيه. بس اللي طالباه منكم تدعوله بالشفا. دي أوضة حماتي يا حبايبي. هنجدد حاجة بحاجة بقى وانتوا معايا بإذن الله. الأوضة دي حماتي وبنت بتنام فيها. والأوضة التانية اللي قبل اللي انتوا شفتها يا حبايبي بتاع ولاد الصبيان. ما تقولوش دفعت تراب كتير لان تحت فيه ورشة، فدي نشارة مش تراب. انا بكنس وبسيق كل يوم يا حبايبي والله، مش سايباها وحشة يعني ولا حاجة. بس ده عشان على الشارع وتحت في ورشة نجارة، فدي نشارة مش تراب. انما انا كنظافة بكنس وبنضف كل يوم. ما تنسوش تدعموني يا حبايبي، حطوله لايك بيفرق معايا وانتوا معايا باذن الله.
ايوه يا حبايبي كده بنكنس. ان كنت مرتبكة في الكلام يا حبايبي معلش، لان انا لسه فاتحة القناة يعني ما بقالي حوالي فيديوهين 3. ده المطبخ يا حبايبي، لسه هوريهولكوا فيديو تاني باذن الله. حطوا اللايك يا حبايبي، شايفاكم محدش بيحط لايك. عايزة اشتراكات كتير، وفعلوا زر الجرس. ده الطرقة اللي موصلة على الأوض يا حبايبي. والبيبان دي جوز اللي عاملها يا حبايبي. ومن الكبير، انا معايا 4 اولاد يا حبايبي. من الكبير عنده 22 سنة كاريه. بلاش اقول لكم يا حبايبي بندلعوا بايه. من الكبير ده يا حبايبي بحس اخوي، سري معاه سري معاه وسره معايا يعني. ما بحسش ابني، بحسه اخوي، لان انا مليش اخوات يا حبايبي الا اخ واحد، فهو انا حاسه ان هو اخوي. لان اللي بيشوفني معايا يا حبايبي اصلا من اللي بيعرفنا ما بيصدقش اللي هو مني. وقبل ما اتنقب يا حبايبي كان اللي بيشوفني معاه محدش بيصدق اللي هو مني، لان انا متجوزه 14 سنه، صغيره يعني، وما يبانش عليا سن يا حبايبي. ادعوله يا حبايبي ربنا يوفق هو واخواته يا رب، وولاد المسلمين. الحاجات دي انا جايباها من السوق يا حبايبي. الفرشة والجاروف ده ب10، والزبالات دي ب10، اعزكم الله. والمقشة دي، المقشة اللي مركونة دي ب10، انما اللي انا بكنس بقى دي ب15. الحاجة رخيصة في السوق عندنا. السلم ده كبير بقى، هعمله فيديو لوحده يا حبايبي وانا بنضف، لانه كبير من فوق لتحت، بيعوز له فيديو لوحده. ربنا يوسعها لنا وعليكم يا حبايبي وعلى المسلمين. محدش يقول المية وسخة يا حبايبي، انا اللي حاطه اللي عامل اللون ده في كيس، حاطاه في قعر الجردل، كيس مسحوق، فحطيته قلت يعمل ريحه في المية، وحاطه كرور يا حبايبي. كرور بينضف وبيدي ريحه حلوه، لان لو ما حطيتوش كرور او حاجه في المية تلاقي السيراميك عامل زفار. والمكتاية اللي على السرير دي يا حبايبي بتاع فرح على فكرة، مش جديدة ولا حاجة، بتاع فرح. كان والدي ربنا يشفيه ويديله الصحة يا رب ويطول في عمره، كان جايبها لي من السعودية. الأوضة اللي بمسحها بطفيها يا حبايبي عشان الدبان ما يعشش فيه. والأوضة اللي أنا ما صورتهاش دي فالحاجات اللي زايدة مني بحطها فيه، الرز والسكر والحاجة دي. وعاملين بوكس صغير كده، ولادي جايبين قطة عاملين فيه بوكس بنبيته فيه. مع التصوير هتلاقوه بيظهر معايا يا حبايبي، قطة بيه اسمه توماس، مسمينه توم. بس نضيف يا حبايبي يعني، ما بيطعموه مهتمين بيه. ولو في حاجة في التصوير او في الفيديوهات قولولي عادي يا حبايبي، انا بقبل التعليقات عادي وبقبل النقد.
ولو سمعتوا خربطة ولا حاجة يا حبايبي، لان الورشة بتاع جوزي تحت البيت بيبقى دق وحاجات فبتطلع في التصوير. وده أوضة ولاد الصبيان. ما حدش يقول السراير ما شكل بعض. السرير الكبير ده بتاع فرحي، والتاني ده بردك على ما بإذن الله حاجة بحاجة هنعمل لهم أوضة نوم. ما حدش يقول السراير منفش يا حبايبي، انا هفرش همسح وبعد كده هفرش وهنكت السراير وهظبط. وخليكم معايا يا حبايبي، لان القناة دي فاتحاني مصدر رزق ليا والاولاد. بخلص مسح يا حبايبي وبغسل الجردل دي وبنقع الشرشوبة في مية وفي كرور، بتصبح بيضة، بتبقى نضيفة يعني. وهي ماهيش وسخة يا حبايبي، هي الإضاءة اللي ماهيش قد كده، انما هي مش وسخة. محدش يقول الدولاب بتاعك مفتوح، لا الدولاب بتاعته كانت ازاز ومكسورة، فجوزي بيعملها يعني بيجددها وهركبها باذن الله. انا لو ما كانش علينا ديون يا حبايبي كنت بعتها وعملت اوضه تانية، بس هي على فكرة تقيلة حلوة يعني، ما اعرفش اجيب زيها الوقت. فهو بيعمل حشو الازاز وهيعملها يلزقها قشرة ويدهنها وهنركبها باذن الله. وهعمل برضك كرسي للتسريحة، والبرواز بتاعها اتكسر واحنا بننقل، مودية برضك بتعمل ازاز. يعني اما الدولاب يتركب والتسريحة يتركب لها ازازة هتبقى حاجة تانية. وانا لسه برضك يا حبايبي بفرش، واللي ناقصني بعمله يعني، ما هوش ده اخر حاجة. ولسه الستاير يا حبايبي برضك معاكم، هنعمل حاجة بحاجة. كل ما اعمل حاجة هصورها وانتوا معايا باذن الله. والبيبان دي مش مفتحة يا حبايبي، ده هو جوز عاملها، وده ستانلس مش مفتحة يعني. وربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، وعلى المسلمين. كل يوم يا حبايبي انا بكنس وبسيق يعني، ما بسيبها. بس الفرش ما بلموش كل يوم، يعني كل 4 ايام بالكتير، كل اسبوع بالكتير يعني، عشان النمل بردك والحشرات. فبكنس وبسيق الحتت الفاضية كل يوم، انما لم السجاد ده كل 4 ايام. وتنظيف السلم ده اعمله فيديو لوحده يا حبايبي لانه كبير. والنيش بردك هبقى اصورهولكوا يا حبايبي. والكراسي ده هتتحش من مكانها، والشلت اللي هي على الارض ده هحوشها بردك، وهيبقى معاها ركنة. بس كل حاجة بالصبر، هنعمل كل حاجة وانتوا معايا يا حبايبي. باللايك الجميل وفعلوا زر الجرس.
معلش يا حبايبي ان كان الصلاة كبيرة فهي عشان واسعة بس بطول فيه. اعملوا اشتراك يا حبايبي وفعلوا زر الجرس. معرفش معلش ان كان الفيديو طويل بس عشان الصلاة واسعة عندي. والبلكونة ما بعرفش اصور فيها يا حبايبي لان في جيران ومش عايزة حد يطلع في الصوت، عشان دي حرية برضك، حرية شخصية، عشان احنا في بلد ارياف يا حبايبي. كده يا حبايبي خلصت فيديو التنظيف عشان ما يبقاش طويل عليكم، واستنوا معايا الفرش بقى. مع السلامة يا حبايبي في رعاية الله. كده يا حبايبي الصورة قبل التنظيف. كده بعد التنظيف يا حبايبي. مستنية منكم يا حبايبي الاشتراك وآرائكم في التعليقات. مع ألف سلام. سلام.